ليه الحيوانات عندها ذيل؟ إيه فايدته يعني؟ طب لو قلت لك إن في حيوانات ممكن تموت من غيره، وفي نوع تاني بيستخدمه كسلاح، والأغرب في حيوان ذيله أذكى من إيده. الديل مش قطعة زيادة في الجسم، القطط بتستخدمه للتوازن وهي ماشية على سور رفيع. الفهد بيغير اتجاهه في الجري بسرعة صاروخية بسبب ذيله. القرد بيمسك الشجر بذيله كأنه إيد خمسة. والكلب بيكلمك بيه. هزة يمين وشمال معناها أمان، وتيبس الذيل معناه خطر. طب ليه الإنسان ما عندوش ذيل زيهم؟ قبل ما أجاوبك اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. الإنسان زمان كان عنده ذيل قصير جدا، لكن مع تطور المشي على قدمين بقى ملوش لازمة. الجسم بدأ يتخلى عنه عشان يحافظ على الطاقة. اللي فاضل منه دلوقتي عظمة صغيرة اسمها العصعص في آخر العمود الفقري. يعني الذيل اختفى، لكن أثره لسه موجود في جسمك. اكتبوا في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن إيه.